قلبه المقروح ووتره سهام الليل، دعاؤه معلق بسقف بيت الظالم، سيفه حسبنا الله ونعم الوكيل، أستاذه صاحب وعزتي وجلالي، لأنصرنك ولو بعد حين. كل ما حدث هو قضاء الله عز وجل، وكل ما حدث هو القضاء العادل، والقضاء حكم بالسجن، والسجن ده نصرة للمظلوم وردعا للظالم عن ظلمه. سمعت من أحد الأقاويل إن منهم واحد عنده 6 أولاد أو 6 بنات أو 7 بنات. طيب لما الظالم أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج قضايا مصرية، قناة الحياة الإقليمية لايف. كنا وسنكون سفراء الحقيقة أينما كانت، ونبحث كل المشكلات ونحاول حلها بموضوعية وشفافية. الحلقات الماضية كنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين في مشكلة الفقهاء القبلية، وطبعا أستاذ محمد اللي يحق الرد، وجينا لأستاذ محمد عشان يرد. عرف الناس بيك الأول يا أستاذ محمد. محمد توفيق محمد عبد السميع الفقي. اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا حاج؟ اهلا بيك. عرف الناس بيك. مستعد محمد عبد العال الفاضل. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا حضرتك شفت ما قاله اهل الفقه، وطبعا حضرتك قلت انا عندي حاجات عايز اعرفها لكم يا جماعه، الكلام مش هو الكلام، فيا ريت حضرتك تعرفنا اللي حضرتك عايز تقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا محمد توفيق الفقي ابن الحاجه ام السعد محمد عبد العال الفاضي، صاحبه الارض اللي في الفقهاء القبليه. طبعا احنا ناس اصلا من الفقهاء القبليه، والحاجه لها ارض ومنزل في الفقهاء القبليه، ومقيمين في سيدي سالم. طبعا الجماعه دولت هم جيران الارض دي. طبعا انا بروح كل مدى ابص على الارض واجي، ثابت بالاوراق والمستندات ان الارض دي ملك الحاجه ام السعد محمد عبد العال الفاضي، وان هي حائزه في الجمعيه الزراعيه بالفقهاء القبلي. ادي اولا سند الملكيه حضرتك. تمام. الحاجه ام السعد محمد عبد العال الفاضي كان لها جار. دي حيازه زراعيه. الحاجه ام السعد محمد عبد العال الفاضي كان لها قطعه ارض مجاوره لمنازل الجماعه دول، 3 قراريط و18 سهم. ال3 قراريط و18 سهم دولت يعني 4 قراريط الا ربع، موضحه في الشكل رقم 3 في عقد القسمه حضرتك، ومحدده بحدودها الاربع. الشكل رقم 3 3 قراريط و18 سهم. تمام. ده في السهم رقم 3. تمام. الحد اللي بيخص الجماعة دول حضرتك، لحظة بعد إذنك. الحد اللي بيخص الجماعة دول اللي هو الحد الشرقي للأرض، بعضه مصرف ثم القرية، والبعض الآخر ملك أم السعد محمد عبد العال الفاضي. تمام. مصرف ثم القرية يعني أصلا مفيش طريق بين المصرف وبين القرية، وإن كان هنا مصرف كان الطريق مصر بيحد الأرض دي. المصرف ده كان بعد ال3 قراريط و18 سهم. أولا كان فيه متر جنب البيوت اللي هي ملاصقة للأرض حرم للبيوت، ومتر حرم للمصرف، وبعد المترين بالظبط كان فيه رجم حديدية مدقوقة. طلعنا في الدنيا لقينا ان الرجم دي حدود الارض دي وحدود المصرف ده، وكانت الارض اللي هي المنزلة ارض زراعية، ولما اتبنت فكان المصرف ده فاصل بين ارض الفكهة وارض الفواضي اللي هي ارض الحاجة ام السعد محمد عبد العال اللي هي والدتي دلوقتي. الجماعة دول بعد خال ابراهيم الله يرحمه ما توفى، اللي هو اخو امي، وكانت امي الوريثة الشرعية له هو وزوجته.
فجه من كمالة نصيبها أو من كمالة كومها ال3 قراريط و18 سهم دول. أحد المشكو في حقهم منزله في وجه الأرض، ما كانش له بعد الجدار الوراني حاجة، وما كانش له باب هناك، ولكن كان له بعد الجدار القداماني اللي بيته من الأول متر، اللي هو فتحة البيبان والشبابيك. فوجئت في يوم من الأيام وأنا سارح الغيط إن أنا لقيته فاتح باب في الجدار الوراني مطل على الأرض الزراعية، وما كانش فيه باب هناك. فطبعا بحكم الجيرة، وبحكم إن إحنا من قرية واحدة، وبحكم إن إحنا في الأول وفي الآخر أهل وقرايب، سألته وديا أنت فتحت الباب هنا إزاي وليه؟ فوجئت إن هو فتحه امبارح بالليل وأنا فتحته، وده اللي عندي، وطالما انت ما شفتنيش وانا بفتحه خلاص. لفيت على الناس الكبار في البلد، الكلام ده بالظبط من حوالي 7 أو 6 سنين بالظبط تقريبا. الناس الكبار في البلد قالوا ما يهمش ومعلش واستحملوا. فوجئت في يوم من الأيام إن المصرف الفاصل بيني وبينهم مردوم. أنا راجل مقيم هنا، وبروح كل ما أبص على الأرض واجي، والأرض بتتزرع، يزرعها فلان سنة يزرعها فلان سنتين للناس، وإن فيها عواميد مدقوقة. طبعا أولا كانت الأراضي بتاعتهم الجماعة اللي هم المشكو في حقهم الآخرين اللي في الناحية القبلية من الأرض، فاصل بيني وبينهم مصرف حكومي يسمى مصرف داير الناحية، ومشاع في القرية إن اسمه مصرف الخليج، لا يملكه أحد، ولكن يحق للجميع صرف الأراضي الزراعية فيه. فهم طبعا بنوا بيوت مخالفة في الأراضي الزراعية، وطبعا بيبقى ده معمول لهم محاضر أو بناء مخالف أو ما كانش في الحتة ديت أصلا عمود كهرباء، وكانت العمود الكهرباء ورا على حدود المصرف، والمصرف موجود له معالم من ورا، من أبال آخر بيت يمة المصرف من الناحية الشرقية، هو من الناحية البحرية، هو ده اللي بيته ملتزم وما ردمش المصرف. فوجئت ان هم دقوا عواميد كهرباء. طيب يا جماعة انتوا دلوقتي ردمتوا المصرف ودقيتوا عواميد كهرباء، وانا عايزكم تعرفوا حقكم ايه وحقي ايه، ونشق المصرف تاني بالود والمعروف وحبايب صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. احد المشكو في حقهم قال على جثتي ان نعمل مصرف هنا. ليه يا ريس؟ ده هو كان هنا مصرف. قال لي مطرح ما تحط راسك حط رجليك. لفيت على الناس الكبار في البلد، قالوا لما العواميد تدوب، وهي بتدوب بسرعة، مش هيحطوها هنا تاني، والتزموا بالكلام ده. فوجئت ان في يوم من الايام برضو مروح لقيتهم قرطوا العواميد ديت وحطوا عواميد تانية جوه يمة الارض، في الارض كمان من جوه اكتر من الاول. في الحالة ديت انا قلت لا، الموضوع ده هو ما عادش يتسكت عليه. ولفيت على الناس الكبار في البلد واحد واحد، انا مرة وانا واختي مرة وانا وامي مرة. يا جماعة انا عايز اعرف حقي من الجماعة دول، واعرف حقهم مني، واللي له حق ياخده بالود والمعروف، وما خسرناش حاجة. بقيت كل يوم اروح لواحد، رحت ل30 واحد من البلد، 40 واحد من البلد، قالوا هم مش قاعدين. رحت لهم يا جماعة من اقتطع شبرا من أرض طوق به يوم القيامة 7 أراضين، والدنيا ما بتغنيش عن الآخرة. ويا جماعة انتوا بتوسعوا لنفسكم هنا، هتضيقوا على نفسكم هناك، وده حق واحدة ست كبيرة، وحرام عليكم. وقعدت أكلمهم بالخلق اللي أنا اتربيت عليه شوية. وجبت واحد من الناس من البلد وقلنا نقعدوا مع بعض قعدة ودية عند أحد المشكو في حقه. قال لي كالآتي: أول شرط علشان تاخد حقك آخد حقي. قلت له على دماغي. قال لي ما تعديش من الشارع العمومي ولا تنزل منه آلات زراعية. الشارع العمومي اللي قدام داره أو قدام بيته
اسمه شارع المنزلي، وهو شارع عمومي 8 متر مثبت في الوحدة المحلية وفي مجلس المدينة، وبيه جامع وبيه مية وفيه صرف وفيه تلفونات، وهو أوله شارع وآخره بيصب في أرضنا. قال لي ما تعديش من شارع المنزلة لأني أنا شاري الشارع، وما تصرفش في الخليج اللي هو مصرف داير الناحية اللي هو مصرف حكومي لا يملك لأحد، والعزبة كلها بتصب في المصرف ده، وتكتب لي ورق ان انت مش هتعدي من الشارع ومش هتصرف في الخليج. فرد الراجل اللي انا كنت جايبه والراجل اللي زرع عندي، قالوا له ده مش من حقك لان ده هو شارع عمومي وده هو مصرف صرف عمومي. قال لي مش انت عايز حقك، قابل وقعد. قلت له شكرا، سلام عليكم. خدت بعضي ورحت على احد كبار البلد من الناس المحترمة والمعدودين من القضاة العرفيين ومن المحققين. قعدت في بيته، يابا الحاج فلان انا ورق ارض اهو وحيازتي اهي وحصل كذا وكذا وكذا وكذا، وانا عايزك تقيس لي التلات قرارات و18 سهم تاني دهم، ان كان هم لهم فيهم سنت ياخدوه، ان كان انا ليا سنت اخده. وحبايب تواصل معاهم، تفاوض معاهم، جابهم راحوا له، وبقيت كل يوم اروح له من هنا العزبة واقعد عنده من الصبح للعصر انا واختي دهيت عشان ظروف امي الكبيرة المسنة. لحد ما في يوم قال لي هات قياس وهات الرقم وهنروح نقيس الحد. وانا على الفطرة جبت قياس من الزحاليق ومشهور ومعروف، وجبت الرقم، والراجل اللي زرع عندي جه، والراجل اللي كان معايا يوم ما قالوا ما تعديش من الشارع جه، وجه الراجل المحترم الكبير اللي من البلد قاعد على كرسي، وهم جم كلهم قالوا ما تقيس حاجة هنا. طب يا جماعة ما قيس حاجة ازاي؟ انا ورق ارض اهو. هل معلش يا استاذ محمد، هل كانوا عارفين ان في قياس جاي؟ ايوه بالاتفاق بالاتفاق مع الراجل الكبير من البلد، ورفضوا ان القياس يقيس. هم كانوا عارفين وقالوا ما علي له منهم قالوا لا تصرف هنا ولا تمشي في الشارع العمومي. تمام. فجه القياس، فالراجل المحترم الكبير الخلوق اللي من البلد قال له الراجل ده له حق؟ قال له بالنظر كده ايوه له حق، له لسه بعد ده القياس وهنقيسه دلوقتي ونشوفه. فطلع هم كلهم الجماعة اللي هم بيني وبينهم الخصومة قالوا ما تقيس حاجة هنا. بحجة ايه يا جماعة؟ انا معايا ورق اهو. قالوا احنا مش معترفين بالورق ده. فالراجل المحترم قال لهم طب فين ورقكم انتم؟ قالوا ملكوش عندنا ورق. وقالوا لي باللفظ قدام الحضور جميعا ينطفشوك يطفشنا، ما ارض وجايه لك ببلاش سبح. طبعا هي مش ارض، هي ارض والدتي، وقالت اليها بالميراث الشرعي، والميراث الشرعي ده احل شيء عند ربنا، وربنا اللي نزله. وايه المشكله ان هي الحاجه ورثت؟ يعني جت ببلاش ما جاتش ببلاش، ايه المشكله ان الحاجه ورثت؟ طب يا ابا الحاج فلان اللي هو الراجل المحقق الكبير اللي قاعد، ان كان هم عندهم ورق يجيبوه وانا ورق اهو. قالوا مالكمش عندنا ورق، وينطفشوك يطفشني، ومطرح ما تحط راسك حط رجليك. فالحاج اللي كان قاعد قال انا ما بقعدش في زور وما بقعدش في ضلال، وانا كان نفسي اوصل الطرفين لحل، وانا جاي على اتفاق، بس الكلام اللي انتوا بتقولوه ده هوت ما ينفعش. سلام عليكم. قلت له يابا الحاج فلان معنى ذلك ان انا اطلع من هنا الجأ للتقاضي؟ قال لي ايوه وانا شاهد. قلت له ده سبب لجوء حضرتك للقضاء؟ ايوه. قلت له تمام. في الوضع ده كنت لفيت على اكتر من 30 او 40 واحد في الفكهة ان هو يقعد الناس ديت في قعدة عرفية تفصل فيما بيننا، وان ما كانش قعدة عرفية قعدة ودية، على اعتبار ان احنا في الاول وفي الاخر اهل وجيران.
ولجأت فعلا للتقاضي. في وقت ما لجأت للتقاضي ممنوع منعا باتا ان انا انزل آلات الارض الزراعية الخاصة بوالدتي. طيب فيه فدانين ونص في الارض فوق بعيد عن الثلاث ارض و18 سهم دول، بقيت انزل لهم البوابير من اراضي الناس ومن سكك الناس، واستغل الفرصة ان جاري فلان فض ارضه او خلاها، واقول له لو سمحت اجل اسبوع بس الارض فاضية عشان اعدي من عندك. وفعلا لجأت للتقاضي. في الظروف ديت الارض بتاعتنا فيها مية، والرز عايز ينصرف عشان يتنشف عشان ينضم، لان معروف ان الرز قبل ما بينضم ب10 ايام او 15 يوم لازم يتصرف والارض تنشف عشان تشيل الضمام. فالراجل اللي زرع قال الجماعة منعني اصرف الارض. فرحت يوم جمعة انا ووالدتي واختي واخوي وراجل محترم من هنا من سيدي سالم، دكتور برضو زميل اخوي. سرحنا الغيط، عايزين يا جماعة نفتحوا المصرف علشان نصرف الارض، وده هو مصرف حكومي. طلعوا ال6 اشخاص علينا بالمناجل والفوس وضربونا في ارضنا، وقعونا في المصارف، طلعنا متعصين طين، جاروا ورانا بالمناجل والفوس، طلعنا على عمدة القرية. ايه اللي عايزكوا كده يا جماعة؟ ايه اللي عايزكوا كده يا جماعة؟ وقلنا له رحنا الارض والناس كرشونا من ارضنا. طب انا هقعدهم يوم بتصل بيه، 2 بتصل بيه، 3 بتصل بيه، قال لي مش راضيين يقعدوا. في اليوم ده واحنا طالعين من العزبة عدينا على الراجل المحترم اللي كان بيقعدهم، قال انتوا متعصين طين ليه كده؟ قلنا له رحنا الارض عشان نفتح الصرف عشان الرز ينصرف، الجماعة طلعوا علينا بالمناجل والفوس. طبعا في هذه الاحداث بقيت انا بتهدد بعدم نزول العزبة، لان انا لو نزلت هتقتل، ولو نزلت هندبح، والراجل اللي زارع لازم يطلع من الارض. ويتصلوا بالجرارات والآلات الزراعية ويمنعوا لهم لو جيتوا هنا هتنضربوا وهتردوا ما تجوش. يتصلوا بينا ويقولوا احنا مش جايين نحرتهم، يا اما نجيب جرارات تانية غريبة هم ما يعرفوهمش، يبقوا واقفين لهم في الشارع، قافلين الشارع، ويقول لهم ردوا من هنا الارض دي عليها مشاكل. وكأنها ما عادتش ارض ام السعد محمد عبد العال الفاضي، بقت ارض ال6 دول، هم الامرين الناهين فيها، هم المتصرفين فيها، هم اللي يقولوا مين اللي يدخلها ومين اللي يطلع منها. خلاص صدر للحاجة ام السعد محمد عبد العال قرار من المحامي العام بتمكين الشاكية من ارضه ومنع المشكو في حقهم فلان وفلان 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 بالتعدي له. قبل ما يصدر قرار المحامي العام نزلت معاينة من النيابة، نزلنا معاهم أنا والأشخاص والجماعة دول، والدتي وأختي. طلع راجل كبير وهو خال أحد المسجونين الآن، حدفني بقالب طوب أبيض عشان يفجر مشكلة وجرى. وجت بنت المشكو في حقه الأول مسكت في رقبتي في قلب أرضي. وطلع واحد منهم قال لي والدتي مشي من هنا، انت مالكيش حاجة هنا. وادعوا ظلما وزورا ان انا ووالدتي واختي ضربناهم، وشاء المولى عز وجل ان يحكم القضاء المصري العادل ببراءتنا من التهمة المنسوبة الينا. صدر قرار، هم اللي اشتكوكوا. ايوه صدر قرار التمكين. طبعا الطوبة جت في كتفي وانا اشتكيت، وخدت على احد المشكو في حقهم اللي حدفني بالطوبة حكم باسبوع، حكم بشهر، ولما استأنف فيه اتخفف لاسبوع. حكم ضرب ملوش ايه، ملوش دعوة بالتمكين. لما طلع قرار التمكين هم اعترضوا عليه قضائيا وتم رفض الاعتراض. لما رحنا نتمكن من الارض منعوا القوة ومنعوا معاون التنفيذ اللي هو المحضر من التنفيذ، فرد بمحضر تاني للمحامي العام. فالمحامي العام ادى قرار يتم الاستمرار في التنفيذ.
حدد ميعاد تاني للتنفيذ، ونزلنا برضو بقوة الشرطة اللي راحة. هم قالوا لنا احنا قاعدين في بيوتنا وانتوا اللي بتروحوا وتيجوا، ما تتعبوش نفسكم، احنا بناخد اللي ده مين احنا اللي قال لحضرتك الكلام ده؟ اللي هم في السجن دلوقتي. اه. احنا بناخد اللي احنا عايزينه بالدراع، احنا ما بنشتكوش حاجة، اشتكوا طولكم وعرضكم، هتطولوا ايه؟ فطبعا المعاون التنفيذ بحضوره وحضور رجل الإدارة وحضور مدير الجمعية الزراعية والقوة من الشرطة دقوا الرجم على آخر حدود الست. في وقت ما دقوا الرجم، في وقت ما الست أشخاص دول خلعوا الرجم ورموها في المصرف، كان منهم مشكو آخر سابع جار للأرض برضه كان معاهم في الشكوى، وجه في يوم التسليم التاني سلم وقال قبلت التنفيذ وهذا إقرار مني بذلك، حضرتك توريه. لا تمام. طب الراجل ده النهاردة مش معاهم في السجن ليه؟ لما أنا ظالم وأنا مفتري وأنا بدعي ظلما وزورا. طبعا حضراتهم المشكو في حقهم الآخرين المنفذ ضدهم الأول والثاني والثالث رفض التوقيع أمام الشرطة والزراعة ومجري المعاينة، حضرتك تمام. توريه. تمام. طب هو خلع الرجم ورفض التوقيع، أصبح إن معاون التنفيذ وهو المحضر بينفذ شغله، فعمل محضر باللي حصل، مضى عليه اللي جايين معاه من الشرطة وطبعا القوة اللي واقفة كلها والجماعة اللي هم الواقفين. وفي اليوم ده طبعا برضو انكرشنا من أرضنا وانضربنا. أصبح المحضر ده بيتقدم للنيابة تحرر ضده جنحة اسمها اغتصاب حيازة ودخول عقار ملك الغير. طب انا شايف حضرتك تريح شويه، انتظرونا بعد الفاصل.